يا أهلاً بأصحاب برج العقرب في قناتكم هيرسكوب، القناة اللي بتفتح لك أسرار الفلك وتدي لك مفاتيح التوازن في حياتك. لو لسه جديد معانا دوس لايك واشترك وفعل الجرس عشان توصلك توقعات برجك أول بأول. توقعات برج العقرب الأسبوع الأخير من أغسطس. الحب. يا عقرب، الأسبوع الأخير من أغسطس بيفتح لك أبواب في الحب، بس كمان بيختبرك. لو أنت مرتبط، العلاقة دلوقتي محتاجة شوية هدوء وشفافية. ممكن يكون حصل سوء تفاهم أو تراكمات صغيرة الفترة اللي فاتت، والأسبوع ده بيحطك في موقف لازم تشرح فيه مشاعرك وتوضح موقفك. الكواكب بتنصحك ما تخليش غيرتك أو حساسيتك تتحكم فيك، خليك صريح وواضح من غير عصبية، ده هيخلي شريكك يحس إنك أمان فعلاً. أما لو أنت سنجل، الأسبوع ده فيه فرصة مقابلة لشخص يجذبك من أول لحظة، مش بس بالمظهر لكن كمان بالذكاء والحضور. بس خد بالك، أنت بطبعك بتدخل بعمق من البداية، لكن المرة دي حاول تمشي بالراحة وما تكشفش كل أسرارك من أول لقاء. بجانب العمل، في مجال العمل برج العقرب قدامه أسبوع مليان تحديات وفرص، في مسؤوليات هتتطلب منك مجهود مضاعف، بس في نفس الوقت في مكافأة أو تقدير مستنيك في الآخر. لو في مشروع كبير أو مهمة مؤجلة، الوقت ده ممتاز إنك تحط فيه تركيزك، لأنك هتثبت للكل إنك صاحب رؤية مش مجرد منفذ. لكن خد بالك من المنافسة، في شخص في الشغل ممكن يحاول يعطلك أو يقلل من شغلك. هنا الكواكب بتنصحك ما تضيعش وقتك في مواجهات، سيب أفعالك وإنجازك يرد. المال. الوضع المالي عند العقرب في الأسبوع الأخير من أغسطس محتاج ذكاء، ممكن يوصلك دخل إضافي أو فلوس غير متوقعة من مكان ما، لكن في نفس الوقت في التزامات محتاجة تسديد. حاول ما تتصرفش بعشوائية وخصوصاً في حاجات كمالية، لو ركزت على أولوياتك هتعدي الأسبوع ده وإنت واقف على أرض ثابتة. ولو عندك فكرة استثمار أو مشروع صغير، حاول تدرسه كويس الفترة دي، لأنه ممكن يبقى باب خير ليك قدام.